الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي المشاركين المحترمين، أود أن أعبر عن فخري وامتناني العميق لجامعة العربية بالصومال ولجميع القائمين على تنظيم هذه المؤتمر العلمي الثالث المهم تحت العنوان علاقة بين اللغة العربية واللغة الصومالية. إن الاختبار لهذا الموضوع الحيوي يعكس التراث الثقافي واللغوي الغني للمجتمعات العربية والصومالية، ويعزز التبادل والتمازج الثقافي والتعاون بينهما. إن اللغة ليست مجرد الوسيلة للتواصل، بل هي أساسية في مداء الهوية والتعبير عن ثقافة والتفاهم المتبادل. يعزز فهمنا العميق لعلاقة بين اللغة العربية واللغة الصومالية قدرتنا على تعزيز التواصل والتعاون وتقوية الروابط بين المجتمعين الصومال والمجتمعات العربية الشقيقة. إن التبادل المعرفة والإبحاث العلمية في هذا المؤتمر يسهم في إثراء الفهم المشترك للغتين، ويمكننا من استكشاف فرصة جديدة للتعاون الأكاديمي والثقافي بيننا. إن حضورنا اليوم لهذا المؤتمر يعكس التزاما مشترك بالتعلم المستمر وتدوير قدرتنا العلمية واللغوية. أود مرة ثانية أن أشكر الجامعة العربية بالصومال وفريق التنظيم على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذه المؤتمر والحدث رائع. لقد قدموا منصة القيمة للباحثين والأكاديميين لتبادل الأفكار والمعرفة وتوثيق الآفاق البحث في هذا المجال المهم. أتمنى لنا جميعا الفترة المثمرة من مناقشات والعروض العلمية المشوقة لنستفيد من هذه المؤتمر لنوسع فهمنا ونعزز التعاون من ثقافات واللغات، ودعونا نستخدم هذه الفرصة لبناء الشبكات العلمية والثقافية تدعم التفاهم والتعاون المشترك. وقبل إختام هذه الكلمة الموجزة، أعتقد أن أهمية بمكان انتباه بأن عدم الكون العربية لغة شارعنا الصومال لا تعني بأننا لسنا العرب، فالعروبة الهوية الدينية عرقية ثقافية أوسع من لغة، كما أن الصومال ليس إلا إحدى تجليات اللغة العربية التي كانت سفينة الحمل التوحيد للشعوب الإفريقية. فالتلاقح الذي حدث بين اللغات الإفريقية وبين اللغة العربية هو الذي انتج اللغات الكثيرة منها الصومالية والسواحلية، اللذان هما أكبر اللغات الإفريقية. العربية والصومالية اللغتان متكاملتان ليس متناقضتان، كما يسعى لها كثير ممن يعادي هويتنا الدينية والثقافية. أتمنى للمؤتمر العلمي الثالث النجاح الباهر، وأن يكون منيرا حقيقا للتعلم والتبادل الثقافي. شكرا لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم القيمة في هذا الحدث الرابع. مع خالص التحية والتقدير، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.